لما تكون بتدور على موبايل جديد وبالذات في الفئة المتوسطة أكيد هيقابلك أكتر من اختيار، وكل اختيار بيكون ليه مميزات وعيوب. فالنهاردة احنا هنقارن بين جهازين من نفس العيلة وهما السامسونج A55 والسامسونج A35، لأن كل جهاز من الجهازين دول بيستهدف فئة معينة من المستخدمين. فأنا النهاردة جاي أعرفك على الجهازين وأعرفك أنهي واحد فيهم اللي بيلبي احتياجاتك، وكمان هنقارن بينهم علشان فرق السعر اللي موجود بين الموبايلين اللي هو تقريبا 4000 جنيه. فاستعد معايا علشان ناخد جولة شاملة ونشوف كل الفروقات بين الموبايلين. اعمل الأول سبسكرايب ولايك ويلا نبدأ. ونبدأ بأول حاجة بنلاحظها في أي موبايل وهي التصميم. وأول جهاز معانا هو السامسونج A35. الموبايل ده بيجي بظهر وإطار من البلاستيك، وده اللي بيخليه أخف وأكتر عملية في الاستخدام، ووزنه كمان 209 جرام، وده أخف بفرق بسيط من السامسونج A55 اللي جايب وزن أكبر 213 جرام. ولكن ده مبرر علشان الموبايل جاي بتصميم أفخم بكتير جدا، لأن الموبايل جاي بظهر من الإزاز وفريم من الألمونيوم. فبالنسبة لي أنا عادي إن أنا آخد موبايل فخم ولكن بفرق الوزن ده. والموبايلين جايين بمقاومه ماء واتربه IP67، وده اللي معناه ان انت تقدر تستعمل الموبايل بتاعك عادي لو وقع عليه شويه ميه بالغلط. فالخلاصه في جزئيه التصميم، لو انت بتدور على موبايل افخم فالسامسونج A55 هو الاختيار بتاعك، ولكن لو بتفضل العمليه وخفه الوزن فتختار ال A35. بعد كده تعالى نتكلم شويه عن الشاشه في الجهازين متقاربه جدا من بعض ولكن بشويه فروقات بسيطه. الموبايلين بيجوا بشاشه بمقاس 6.6 من نوع سوبر اموليد، واللي بتديك تجربة مشاهدة متميزة وبألوان مشبعة. والموبايلين تقريبا بيوصلوا في البيك برايتنس لعند 1000 نيتس، ولكن في البرايتنس العادية السامسونج A55 بيتفوق لأنه بيوصل لعند 550 نيتس مقارنة ب 500 بس في السامسونج A35. كمان شاشة السامسونج A55 بتدعم ال HDR10 بلس، وده اللي هيخليك تستمتع بمشاهدة الفيديوهات أكتر على جميع المنصات اللي بتدعم ال HDR10 بلس. بالنسبة لمعدل التحديث الموبايلين بيوصلوا لعند 120 هرتز، ففي النقطة دي محدش هيكسب في الاثنين. والخلاصة في نقطة الشاشة الموبايلين ممتازين، ولكن انت لو بتفضل تجربة مشاهدة امتع وسطوع اعلى فروح للسامسونج A55. ثالث جزئية هي الاداء ونظام التشغيل. الاداء هو اهم جزء بيحدد اختيارك للموبايل، وهنا هتلاقي فرق واضح بين الموبايلين، لان السامسونج A55 بيجي بمعالج الاكزينوس 1480، وده احدث واقوى من الاكزينوس 1380 اللي موجود في السامسونج A35، وده بيظهر بشكل واضح في التطبيقات التقيلة والألعاب التقيلة. وكمان الرامات في السامسونج A55 بتيجي من نوع DDR5، وهي أسرع وأكفأ من ال DDR4 اللي موجودة في ال 35. بالنسبة لنظام التشغيل الموبايلين جايين بالوان يو اي 6.1 اللي مبني على اندرويد 14، يعني تقريبا الاثنين هيدولك نفس تجربة السوفت وير. الخلاصة لو الأداء من أولوياتك المهمة، لو أنت مثلا محتاج الموبايل علشان تلعب عليه أو هتشتغل بيه مونتاج أو بحاجات تقيلة، فانا افضل لك السامسونج A55 برضه. رابع حاجه برضه مهمه جدا عند المستخدمين وهي جزئيه البطاريه. الموبايلين بيجوا بسعه بطاريه 5000 ملي امبير، ولكن السامسونج A55 جايب سرعه شحن 25 واط اللي بتخليك تشحن الموبايل من 0 ل 100 في 63 دقيقه بالظبط. انما السامسونج A55 مع انه برضه بيدعم نفس سرعه الشحن الا انه بيتشحن في 86 دقيقه. وكمان من حيث كفاءه الاستهلاك السامسونج A55 بيتفوق بفرق بسيط، فانت لو بتفضل الشحن السريع الفرق بينهم مش كبير قوي، ولكن نروح لل A55. بالنسبه بقى لجزئيه الكاميرا هنلاحظ فيها بعض الاختلافات، ولكن من نظري هي بسيطه. بالنسبه لكاميرات السامسونج A55 فهو بيجي بكاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 1.8، وبيجي بكاميرا الترا وايد بدقه 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.2، وبيجي بكاميرا مايكرو بدقه 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4، وبيوصل لعند تصوير فيديوهات 4K 30 فريم. ولو جينا نشوف السامسونج A35 هتلاقيه جاي بنفس الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8، ولكن في الكاميرا الالترا وايد جاي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، وبنفس الكاميرا المايكرو اللي بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4، وبرضه بيوصل عند تصوير فيديوهات 4K 30 فريم. بالنسبة للكاميرا الأساسية الصبح الموبايلين قريبين جدا ويكاد يكونوا متطابقين في الصور اللي بالعدسة الأساسية، والكاميرا الالترا وايد برضه بنفس الزاوية المختلفة شوية والصور شاربة أكتر في السامسونج A55. ولو جينا بقى لتصوير الفيديوهات هنلاقي إن الموبايلين في الكاميرا الأساسية في تصوير الفيديوهات متشابهين جدا، بيصوروا فيديوهات 4K، ولكن المختلف ان الكاميرا الالترا وايد في سامسونج A55 بتصور برضه فيديوهات 4K واللي هي جودة احسن بكتير من الفول اتش دي الموجودة في السامسونج A55. فبصراحة انت لو التصوير احد اولوياتك في
في شراء الموبايل، فانصحك انك تروح للسامسونج اي 55. هتقول لي طب ما كده انت قلت كل حاجه رايحه للسامسونج اي 55، طب انت ليه حاطه اصلا في مقارنه مع سامسونج اي 35؟ هنيجي دلوقتي لكل التفاصيل دي، بس اصبر شويه. الاول نتكلم عن بعض الفروقات الاضافيه وبعدها هقول لك ليه حطيته في المقارنه دي. اول حاجه في الفروقات الاضافيه ان السامسونج اي 55 بيدعم الاي سيم، والاي سيم حاليا بقت مدعومه عندنا في مصر وفي اغلب الدول العربيه كمان. اما السامسونج اي 35 في بعض الناس من المستخدمين بيقولوا ان هي في بعض البلاد موجود فيه الاي سيم، ولكن الموضوع مش اكيد، وكمان احنا مش عارفين النسخه اللي عندنا دي موجود فيها اي سيم او لا. فيا ريت لو حد معاه سامسونج اي 35 ياكد لنا المعلومه دي تحت في الكومنتات. تاني حاجه الشبكات والاتصال. الشبكات والاتصال في السامسونج اي 55 في فرق لصالح السامسونج اي 55 في نقطة الشبكات والاتصال عن السامسونج اي 35. من حيث البلوتوث والواي فاي موجودين في الاي 35 بإصدار أقدم. بعد كده عندنا برضو جزئيه التحديثات اللي هيكسب فيها السامسونج اي 55، لانه هو هيقعد فتره اطول يوصل له تحديثات بحكم ان هو نازل احدث من السامسونج اي 35، وكمان الموبايل ده اعلى من السامسونج اي 35. فتعالى بقى نتكلم في نقطه، وهي انا ليه عملت المقارنه اصلا بين الموبايلين دول. الموبايلين دول فرق السعر بينهم مش كبير، يعني مثلا انت ممكن تشتري السامسونج اي 35 ب 14 15000 وممكن كمان يزيد، وبرضه انت ممكن تشتري السامسونج اي 55 من اماكن مختلفه بتقريبا 16000 جنيه. يعني الفرق بين الموبايلين مش كبير، ولكن انت لو قارنته بالسامسونج اي 35 اللي موجود عند نفس الاماكن بسعر رخيص هتلاقي ان الفرق بينهم كبير شويه. ولكن برضو الفرق اللي بينهم ده بيتلخص في حاجات كتير من حيث الامكانيات. اول حاجه الاداء الاقوى اللي موجود في المعالج بتاع السامسونج اي 55. تاني حاجه دقه الشاشه الافضل. تالت حاجه الاداء التصويري للسامسونج اي 55. ورابع حاجه سرعه الشحن واداء البطاريه. على عكس بس ان السامسونج اي 35 مصنوع بخامات بلاستيك، وفي ناس ممكن تفضل ده، ولكن الاغلب اصلا هيميل للتصميم الافخم الموجود في الاي 55. وتاني حاجه وهي السعر. فرق السعر اللي موجود بين الموبايلين بتاع 3000 جنيه، انت اولى بفرق الامكانيات، وخصوصا امكانيه زي الاي سيم اللي ناس كتير بقت اصلا بتشتري موبايلات جديده علشانها. فعلشان ما تجيش قدام تندم ان ميزه زي دي مش موجوده في الموبايل بتاعك، فمن دلوقتي انت المفروض تاخد قرار ان انت وانت بتشتري موبايلك يكون موجود فيه الاي سيم على الاقل. وفي النهايه كده قولوا لي اولا نوع الموبايل اللي معاكم ايه تحت في الكومنتات، ولو انت هتختار موبايل من الاثنين دول هتختار السامسونج اي 35 وتوفر فلوسك، ولا السامسونج اي 55 وتاخد فرق الامكانيات اللي موجود. ولو في اي حاجه حابين تعرفوها عن الموبايلات اكتبوها لي تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، واشوف وشك على خير.